السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم أولا بالنسبة للناس الأشخاص الجدد في القناة أقول لكم أهلا وسهلا وتشرفوا قناتي على عيني وراسي. ومو من عادتي إني أطلع وأحكي على مباريات كرة القدم، لكن هالمرة غير. هالمرة هو المنتخب الجزائري، منتخب الكبار، المنتخب الذي ظلم كثيرا في التأهل لهذه الكأس الغالية، لكن لم يبقى الكثير ونفرح سوية والحمد لله. المهم ندخل في الموضوع ونجيب على عنوان هذا الفيديو: ما هي الأشياء التي تميز الفريق الجزائري عن باقي الفرق الإفريقية؟ نعم، وهي العناصر الشبانية. لا يخفى لكم أن المنتخب الجزائري يملك عناصر شبانية صاعدة وواعدة جدا، ومن الممكن أن تنتقل إلى أكبر الفرق الأوروبية، ومنهم نخص بالذكر محمد لامين عمورة ومازا كذلك، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. والله إنه فريق أي بلد إفريقي يتمنى أن يحصل على هذا الفريق، لأنه فريق ممتاز جدا، فريق يجعلنا نتفائل خيرا فيما هو قادم، فريق يجعلنا نتفائل خيرا بالحصول على كأس إفريقيا، ولما لا. وفي المغرب كذلك، نعم سنحصل على كأس إفريقيا وفي المغرب شئتم أم أبيتم، لأنكم لا زلتم لا تعرفون من هي الجزائر، ولا زلتم لا تعرفون من هم أولاد الجزائر. أولاد الجزائر إذا قرروا فقالوا للشيء أن يكون سيكون، صدقوني. وهذا ليس هكذا فقط، بل لأننا نستحق أن نحصل ونحصد هذه الكؤوس الغالية، لأننا نحن غاليين كذلك. هذه سكارة في الغيارين، وبالدرجة نقول لكم سكارة في اللي ما يحبش. طالعين طالعين وواصلين واصلين، ولا كوب أفريقيا نديوها في وسط المغرب. أحب من أحب أو كره من كره، هذه الحقيقة، وأرضية الميدان هي من تقرر في الأول والأخير. فأقول للمغرب: استعدوا، فالقادم مرعب.